السلام عليكم مولوعين، تبارك الله عليكم. معكم بلال امجد. وصلنا لاخر انثى واخر عش واخر مرحله تفريخ. صافي سالينا العام اللي ماجي ان شاء الله. وهذا الفيديو هذا اللي هو بالنسبه لي احسن فيديو، حتى نتوما غادي تشوفوا هذا الفيديو هذا اللي هو عامر بالمفاجات، اللي هو احسن فيديو اللي صورت في 2026. وهذه هي الخاتمه ديال التفريخ والتعشيش. وتبعوا معنا حيت كاينه المفاجاه في الاخر الفيديو. غادي نوريك الطريقه اللي كنخدم بها انا باش يعيشوا لك الفراخ واخا ما توكلهمش الام في الايام الاولى. عودت العش، عودت يعني العش الثاني فوق البيضات والفرخ ماتله. هادشي اللي حلت انا، ولكن كاين واحد الطريقه يا اخي اللي غادي نراقبوها، هي غادي نشوف هاد البيضات هادو. كما كتشوفوا الحراره ديال اليوم يعني 27 وسخنت هنا. يعني تقدر تهجر الانثى العش الا كانت القميله بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا ما كاين لا قميله لا حتى شي حاجه. ها هي الا كانت القميله راه غادي تبان. هنا كتكون هذه البلايص ديالها. نزيدو نقلبو هنايا. ها هي ما كايناش. ملي كتكون قميله كتشوف هاد البلاصه هادي راه كتكون كحله. الناس اللي عندها القميله وانا راه مجرب القميله، يعني كانت البلاصه هادي كتكون يعني فهمتي اللي وريتكم انا هذيك هي البلاصه ديال القميل. حنا الحمد لله الاعشاش اللي كنعدلو اللي كما كتشوفوا هما فينا هما اللي كنعدلوهم حنا بيدنا. باقي ما عمري الحمد لله شفت القميله فيهم كما كتشوفوها. يعني شوف كما بغيتي. هاد العش هذا طيار الفراخ ديالو، ها هو بقات غير بلاصه ديال الفراخ. طاروا الفريخات الله يبارك. هاد العش هذا حتى هو طيار الفراخ ديالو. ها هو بقى البزاق ديال الفراخ. الدراري العش هذا راه صافي غادي نوقف. العش الثاني غادي نوقف صافي بركه. العش الثالث غادي نوقف نشوف لا تا واش زادت شي بيض. ما كاين حتى شي بيض، يعني غادي نوقف صافي بركه. الله يجعل شي بركه وسمحوا لينا والعام اللي ما يجي. وهذه هي اللانسه الاخر. هذا هو العش الاخر ديال اللانسه اللي عملت لنا المشكل ديال ان فهمتي المات الفرخ والبيضه جبرتها مسيبه في الارض. فين هي ديك البيضه؟ البيضه اللي جبرتها مسيبه في الارض. ها هي فين هي. والفرخ ميت يعني. ها فين هو الفرخ كاينه في البيضه. وتا هاد البيض هذا راه ملقح وكاين واحد الفرخ تما كما كتشوفوا. المهم هذه اخر انثى اللي كانت بيضت، وكنظن هي باغيه تزيد العش الثاني حيت جبرت الخيوط يعني فوق البيضات هيدا جبرتهم هيدا. يعني هي كنظن عواله تزيد العش الثاني. انا غادي نعطيها فرصه تزيد العش الثاني، منا نديو يعني الفكره ومنا نتعلموا يعني شنو هو الغلط اللي وقع مع هاد اللانت هادي باش قتلت الفرخ ديالها. واش شفنا الفاش؟ ما كايناش الفاش، يعني قميله بالعربيه يعني ما كايناش. شفنا البيضه مسيبه، شفنا الفرخ ميت والبيضات ملقحين. اللانسه اول خدمه عندها غالبا كما قلت لكم انها ما عندهاش تجربه ما عندهاش خبره. غادي نديوها فهمتي البطن الثاني حيت هذه وجدت معطله. يعني هذه اخر وحده وجدت لي. وكما شفتوا انها كانت فهمتي باغيه تولد فوق الكاميرا، وكانت مصره انها تولد فوق الكاميرا. وعدلت لها البلاصه باش تولد. عملت لها هاد الاعشاش هادو وكانت فهمتي خدمت. ها هو العش ديالها عدلتو له هنايا. انا غادي نرجعهم بلاصتو دابا. وغادي هذا هو الدور ديال المربي اللي غادي تشوفوا فهمتي مع هاد اللانته. من بعد ما حيدنا له الفرخ اللي لقيناه ميت ولقينا القطن فوق البيض ولقينا البيضه مسيبه والفرخ ميت في البيضه، ما غاديش نستسلم ورجعت له البيض ديالها باش نشوف الانثى واش غادي تحضن ولا ما غاديش تحضن. ولهذا كنقول لكم الدراري ديما ما تسرعوش، يعني عطيو الفرص يعني الانثى. وملي رجعت لها العش كنحديها واش غادي ترجع تحضن. كنراقبها انه واش غادي ترجع تحضن. كما كتشوفوا من بعد ما رجعت حضنت كاينه المفاجاه في ديك جوج ديال البيضات اللي عطيت الفرصه للانثى انها تحضن عليهم. واش غادي تفاقسهم ولا غادي تفاقسهمش. ولهذا كنصحكم انكم تصبروا، يعني تزيدوا واحد النهار واليوم الثاني وديما فهمتي يشوفوا الاناث. الا وقع لك مشكل مع الانثى بحال اللي وقع لي معها ان فهمتي واش غادي ترجع تحضن او لا. وكاينه واحد المفاجاه اللي غادي تشوفوها في اخر الفيديو. من بعد ما رجعت له ما فقدتش الامل وعطيتها فهمتي فرصه ثانيه باش تفقسهم. يعني كملوا معنا الفيديو وكاين واحد النتيجه الحمد لله اللي كتفرح. دراري الانسان ما خصوش يتسرع. دابا انا البارح واخا جبرت يعني لا انت عملت الخيوط فوق البيض،
يعني غادي تعشش البيض الثاني، حيدت لها ديك الخيوط اللي عملاتهم، خليتها تكمل حضانه، نزلت درت جوج بيضات اللي بقاو. جبنا بيضه واحده مسيبه في الارض، الفرخ فوسط منا ميت. جبنا الفرخ ميت ما واكلش، اولا هي غطاتو بالقطن. المهم رجعنا للبيضات، البارح رجعنا للبيضات، اليوم في الصباح فقصت كما شفتوا في الفيديو. هي فين هي مفقصه، ها هي مفقصه ديك الفرخ. يعني ما لحتش البيض، يعني فهمتي، ما تسرعتش. قلت حتى نتاكد، ولهذا الدريته نتوما ديما ما تسرعوش تتاكدوا. يعني انا البارح كنت نسيب داك البيض ونقول صافي هادو البيض فهمتي فاسدين ولا الفراخ ميتين ولا شي حاجه. قلت بلاتي تنتاكد، علقت البيضه تاكدت بلي فهمتي كما نشوف الفيديو حضنت. رجعنا جبرنا فهمتي الفرخ فقص. دابا غادي نوكلوه وغادي نعطيو الديماراج للانثى. ديما فهمتي انا كنعمل الطريقه هذه، الا عملتوها حتى نتوما غادي تساعدكم بزاف تتفادوا الموت الفراخ. شنو هي الطريقه اللي كنعمل الديماراج باش كنديماري الانثى اللي كانت ما غاديش توكل ديك اليوم الاول، خصها توكل في اليوم الثاني والثالث. تبعوا معنا الفيديو وغادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نقدموها. غادي نحتاجوا هاد الماكله ديال الفراخ سيرينيس، من احسن الماكله الصراحه ديال الفراخ اللي جربت. هادو ديال الفراخ ملي يكونوا يلا تزادوا فيها حتى الحليب ديال الام، يعني فيها واحد المكونات اللي يعني بحال اللي كاينه في الحليب ديال الام اللي كيكون اول مره كتعطي الام الفراخ ديالها. هذه بواطه صغيره، اما هي كتجيب بواطه كبيره. غير السيد اللي كنتسخر من عنده كيخدم بلومبالاج، كيخرج لومبالاج صغير بحال هيدا. بغيتي تشري كميه كبيره ديال الكيلو راه كاينه. هاد اللاطه هادي كتعمل 30 درهم. المهم غادي نحتاجو فهمتي واحد شويه وتكون خفيفه. من بعد ما عقمنا يعني الخلط التفاح ونعقمو اليبره، ها هي غادي نعقمو اليبره ديالنا الخلط التفاح صافي. غادي نزيد واحد شويه، ها هي. هذا هو الديماراج اللي خصك تعطيه للانثى باش ما يموتولكش الفراخ. توكل في الصباح وفي العشيه، كاع ما توكل لا انت. الا كانت ما كتوكل شي مره، الا تقدمتي هذه الطريقه هذه كاع ما توكل لا انت. يعني وكل انت من بعد 3 ايام حيدو، اما توكلوا من تخرجوا الهواء. احنا خرجنا الهواء دابا. بسم الله. هيدا افتح فمك ولدي، افتح. ها انت ديما يعني ساعد الفرخ باش يوقف راسو. كما كتشوفوا ان كيكون باقي صغير بزاف، يعني ملي كيعلي راسو خصك تساعدو فهمتي انك تعلي له راسو كما شفتوا. وشويه ديال الماكله كما كتشوفوها، شويه وتكون خفيفه شويه. هاهي بدات الحوصله ديالو كتعمر. زيدها بابا، زيدها بابا. دابا اذا ملي كتعمر له كرشو وكترجعو انت كترتاح يعني فهمتي باللي راه الفرخ ديالك ما غاديش يموت بالجوع. يعني وكلت الحضانه الام راه كتحضن. يكفي كما قلت لكم 4 ايام حيدوا من الام الا ما كتوكلش. هذه وكلت البارح في العشيه، ولكن في الصباح باقا ما وكلتش. غالبا الاناث ما كيوكلوش في الصباح، يعني كيكونوا فهمتي مثلا باقا ما كلتش هي وبس توكل الفرخ. وغالبا في العشيه كتجبروا فهمتي موكل. الا ما كانش موكل في العشيه عرف لا انت ما كتوكلش تماما. المهم دابا صافي راه شبع، عمرنا الحوصله ديالو بهاد اليبره هادي. عاوتاني نبغي نزيدو شويه، ما عرفتش واش غيزيد. كما قلت لكم شوف الماكله كيفاش خصها تجي خفيفه شويه، اي ما تجيش قاصحه. وهاد اليبره اللي كنخدموا بها، وكما قلت لكم الدراري اللي بغى شي يبره من هاد اليباري هادو، انا عندي تقريبا واحد الكميه ديال 30 40 حبه. هادو ديال الزاج كيجيو، هاي كما كتشوفوا كيجيو ديال الزاج. بغيتي نزيدو شويه هاد الفرخ، كيجيو ديال الزاج. وهذا الراس هذا كيتباع عند هذوك الناس اللي كيبيعوا مستلزمات ديال الطيور. اللي بغى هادي ما يشريهاش، يكتب لي في الرساله اللي سبق واللي فهمتي حنا غادي نعطيوها هديه المتابعين ديالنا، هديه ليلو. هادي الباري ديال الزاج هادو كيجيو فيهم الدواء هذا كنستعملو انا. وهاد الباري هادو كما كتشوفوا ملي جربت هاد الراس هذا اللي كيتباع في هذاك اللي كيبيعوا مساعد الطيور، جبرتو كيخدم. يعني كيجي هنا كيدخل روشكا، ها كما كتشوفوا كيدخل روشكا. ها هي كيفاش كتجي الخدمه ديالها. اللي بغى شي حاجه انا غادي نوريكم فهمتي الكميه اللي عندي. بلاتي نوريكم.
ها هي اللي بغى شي حاجه يتصل، ماشي يتصل بي يعني يكتب له في الكومونتير ويكون متابع الصفحه، يعني يكون متابع الصفحه ديالنا بلال امناد لغه الحاسون مع بلال. ها هي فينا هي، ومرحبا بالجميع. يعني اي واحد يعني اللي قريب عندنا في طنجه، يعني الناس اللي في طنجه يعني اللي قرابين، واللي بغى فهمتي انه يوصيني مثلا نحيدها له الا كان غادي يجي موراها وما يتعطلش ماشي مشكل. ها هما فينا هما هاد الكميه اللي عندي، وباقي عندي لتحت. الصراحه هذه الابره هذه كتساعد بزاف، يعني كما كتشوف هاي كتجي الخدمه ديالها. شوف كتجي ها كتعمر المعده. دابا انا كنعمر الماكله من هنا، كنشوف بار كنبقى نعمر الماكله. هيدا كنبقى نعمر فهمتي، نعمر موراها كنشد هادي. هيدا يمكن لك يعني تحيد هادي وتوكل بهادي، ولكن هادي صغيره، ولهذا خصك هذا الراس هذا يعني في الساعه ديال الفرخ كما كتشوفوا. هاد الفرخ ها هي، ها كما كتشوفوا هاد الفرخ هذا يعني فمو صغير بزاف، يعني خصك شي حاجه اللي رقيقه. نزيدو لواحد شويه الا بغا. ها هو فتح فمو، احنا زيدنا له، ها هو كيبلع. ها هو كيما كتشوفوا الحوصله ديالو دابا راها عامره. ها هي الحوصله ديالو، ها هي. يعني حاليا دابا صافي واكل. غادي نرجعوه للام لا تم، يعني ماهم مثلا ما كملتش الحضانه غادي يبانو، حيت الفرخ ملي كيكون ميت يعني قديم كيكون باين. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تعرفوه. والا كانت الام ما كملتش الحضانه هجرت العش غادي يكون باين. ونشوفكم في الفيديو الثاني ان شاء الله. وغادي نحلوا هذا الشيء هذا بشويه بشويه، وغادي يكون فيديو يعني مهم باش حتى الناس اللي غيوقع لها هذا المشكل هذا المره اللي ما جات تكون يعني مستعده من هذه المشاكل هذه كيفاش تفاداها. نشوفكم فيديو اللي ماجي. معكم بلال امناد، السلام عليكم، في امان الله.